كواحد بحب التاريخ شوية. آه، ايه هي العبودية وامتى ابتدت ومين اول شخص استعبد في التاريخ؟ الاستعباد في التاريخ ده قديم الازل، ولكن مفيش اي حقيقة موثقة تقول مين اول شخص تم استعباده في التاريخ. من وجهة نظرك العبودية ايه هي العبودية؟ ممكن يكون لها كذا تعريف، ولكن بكل بساطة العبودية هو شخص مسلوب الإرادة فقط. تمام، يعني باختصار حد ما لا بيقرر لمستقبله ولا أبداً. ليه اي سلطة على الحاضر بتاعه. أبدا. يعني اي حد مسلوب الارادة نقدر نعتبره النهاردة عبد؟ فيك تسميه عبد أي شخص مسلوب الإرادة وقراره بيد شخص آخر بهالبساطة. طيب، من وجهة نظري انا او اللي انا قريته ان العبودية بدأت زمان. كانت القبائل قبائل معتمدة على الصيد، فكانت القبيلة بتطلع تصطاد حيوان معين مثلا وتاكله القبيلة كلها. فلما كان بيحصل اي كونفليكت او اي صراع بين القبائل وبعضها اللي عايشين في نفس المنطقة، هم كانوا بيقتلوا بعض علشان ده يقلل فرص ده في الصيد، مش اكتر ولا اقل. فكان الطبيعي لما يبقى في أسرة في الحروب اللي بين القبائل دي كان بيتم قتلهم، لان هم وجودهم معناه ان هم هيحتاجوا اكل وشرب، وهم ما يقدروش ان هم يأفورد الاكل والشرب دول بالنسبه لهم يعني. صحيح. اكتشاف الزراعه عمل كونفليكت تاريخي في الاحداث بتاعه العبوديه. بدأ يفكر كبار القبائل دول مثلا، بدأوا يفكروا ان هم محتاجين ناس يساعدوهم على الزراعه، اليد العاملة. فبدل ما يقتلوا الأسرى من الحروب بدأوا يستخدموهم في الأعمال للزراعة. تطور الأمر بعد كده وبدأوا يستخدموهم بدل الزراعة بس، يستخدموهم كمان للأعمال المنزلية. صحيح. وبعدين كبرت الحضارات، وبعدين هنوصل للحضارة السومرية اللي هي حضارة ما بين النهرين، اللي هي تعتبر في العراق أو في جنوب العراق النهاردة يعني. دي أول حضارة عبر التاريخ يقال إن هي تعرف إن هي نظمت العبودية بشكله اللي فضل ممتد معانا من 10,000 سنة قبل الميلاد لحد القرن ال19 بل وأوائل القرن العشرين. هنتفاجئ إن في دول ممكن نقولها في الآخر لغت العبودية رسميا سنة 1981 أو 82، حاجة في التاريخ يا 81 يا 82. دولة عربية موريتانيا لغت العبودية رسميا سنة 81 أو 82. فالعبودية امتدت من 10,000 سنة قبل الميلاد لحد وقتنا الحالي، يعتبر صحيح. خلاص ده امبارح يعني. بس إذا بنرجع للتاريخ، نحن الشيء المؤرخ أو المكتوب حاليا بين إيدينا فينا نقول نحن هو قانون حمورابي. حمورابي هو كان سادس ملوك بابل، وبابل هي حاليا تعتبر العراق. حكم بابل أو العراق أو بابل من سنة 1750 لسنة 1792، 3800 سنة قبل الميلاد. وشهرته تعود مش لأنه فقط ملك كبير وعظيم، شهرته تكون لأنه هو أول من أسن القوانين المكتوبة. تقريبا 282 قانون يعتبروا قوانين حمورابي. وطبعا هالقوانين كانت هي قوانين اجتماعية، لأنه أنت اليوم بس يكون عندك مشاكل انت بتصير تلجأ للتفكير لتلاقي حل. صح. فكان انت اليوم الحياة الاجتماعية دائما فيها مشاكل، فدائما لازم تطلع بحلول، وهي الحلول لازم تترجم لقوانين لحتى الجميع يحافظ عليها او يلزم فيها. فهال 282 قانون مكتوبين على يعني على حجر تقريبا طوله مترين. من هالقوانين هي قوانين الزواج، العمل، الزنا، القتل، الكذا. ولكن انت اذا بتفكر انه هالقوانين انعملت لحتى يصير في سواسية بين السيد والعبد، فانت غلطان. انت غلطان. هالقوانين كانت قوانين جائرة ببعض الاحيان وميلة طبعا للسيد. فمثلا اذا كان السيد اخطأ بحق العبد، كان بيعملوا لفت انتباه انه لو سمحت ما عادش تغلط بحقه. وبالعكس اذا كان العبد هو اللي اخطأ بحق سيده، كان توصل بمحلات كتير كبيرة للقتل حسب الحاجة له، أو شو العمل الفادح اللي هو قام فيه. ممكن يكون العمل الفادح اللي قام فيه نظرة ما عجبت سيده. فالعبودية المؤرخة أو الموجودة نحن عنا بين أيدينا تعود تقريبا 3800 سنة قبل الميلاد. ولكن خلينا نحكي نحن اليوم انت بمنظورك، انت بس تسمع العبودية، اول شيء اي شخص، انت اللي عم بيسمعنا، اي شخص بيجي بيخطر بباله سيد ابيض
عبد افريقي وعبد أفريقي. افريقي ملامح ان داكنة. شاء الله من وين ما كان بشرة داكنة. بشرة داكنة سوداء. ولكن الحال ما كان قبل هيك. يعني إذا أنت بترجع لهالأيام 3800 سنة وما تلاها، كانت الأمور أي شخص عبد يتم شراؤه أو بيعه، إن كان أسمر ولا إن كان أبيض ولا شو ما كان لونه زهر، كان يعتبر هو عبد تابع لسيده بمجرد من أنه تم شراؤه. وكان يعود في أسباب كتير كبيرة، منها مثلا شخص عليه ديون ما قدر يستوفي ديونه، فشو بيعمل؟ بيروح بيشتغل، وهالديون كان مستحيل انه يقدر يسدها، فهو كانت تصير العبودية يعني لا باي ديفولت خلص هو عبد. يعني تخيل انت ديون تتراكم ديون، وهن شو كانوا ياخذوا؟ لكن اكل ومسكن، وهذا هو كان شغلته، وبس يخدم السيد اللي له. ف حاليا نحن بننظر له كأنه عبد أبيض وعبد أسود وسيد أبيض. أنت بنظرك شو السبب اللي خلانا نوصل لربطة باللون البشرة؟ ويعني إذا أنت عندك فكرة عن الموضوع. طيب هو بصراحة أنا وجهة نظري شوية يعني هتبقى ممكن غريبة. يعني أنا شايف إن الموضوع ده جاي من أفلام هوليود، إن معظم أفلام هوليود ركزت الضوء في العبودية على الحقبة الزمنية اللي تم فيها استعباد العبيد المجلوبين من أفريقيا للعمل في الأمريكتين، في مزارع القطن ومزارع البن تحديدا يعني. ولكن الحقيقة إن العبودية قديمة قدم يعني الإنسان، فهي بدأت من 10,000 سنة قبل الميلاد زي ما قلنا، ونظمت بقانون حمورابي وانتشرت في ثقافات عدة، في الحضارة الهندية مثلا، في الحضارة الآسيوية، في الصين. كان في الصين مثلا في حاجة اسمها المدينة المحرمة. في المدينة المحرمة كان العبيد بيتم يعني أسرهم من حروب على دول تانية أو جوه حرب أهلية جوه الصين نفسها. وكان القصر أو المدينة المحرمة دي في الصين دي مدينة للأمير أو الإمبراطور، وكان بيتم فيها تجنيد آلاف من العبيد. الرجال أو الرجالة منهم كانوا بيشتغلوا في الخدم للإمبراطور ده جوه القصر، وكان بيتم إخصائهم، لأن الإمبراطور صاحب مزاج هياخد الستات اللي جم في كل الحروب دول يحطهم عنده في القصر يكونوا محظيات. وده كان نوع تاني من أنواع العبودية بعد عبودية الرجال اللي كانوا بيتم استخدامهم للعمل في المزارع وإن هم يجيبوا فلوس، بقوا بيستخدموا بس الستات. إلى سبب كمان، تعرف إنه أنت إخصاء الرجال هي كانت قدرة السيطرة. أنت حاضر جيم اوف ثرونز؟ انت بتتكلم على كاليسي او شو كان اسمها اللي مع الدراجونز. مش كان عندها جيش من المخصيين؟ لانه اول شيء لما يخصر رجل هو بيصير عنده اول شيء مشاعر قليله، فالمشاعر لما تكون قليله او تقريبا ميته فبيصير عنده التفكير بمشاعره كتير قليله، فبيكون اخلاصه كتير كبير، لانه المشاعر اوقات بتطلعك كتير وبتنزلك كتير. فكان هذا الجيش عباره مخصي لا مشاعر لديه سوى الولاء للملك او الملكه، فكان سبب من الولاءات انه يتم اخصائهم. ممكن تكون دي حاجه، بس هي دي بصراحه انا ما قريتش عنها، دي اول مره اعرفها يعني. لكن اظن كان الهدف الرئيسي كان هو ان ما يبقاش في اي علاقات جنسيه بينه وبين محظيات الامبراطور، لعدم اختلاط الانساب مثلا، لان اللي كانت بتحمل منهم بوريث للامبراطور او بابن الامبراطور حتى لو كان ابن غير شرعي، كان بيبقى ليه مكانه كبيره جدا في المجتمع ومكانه كبيره في الدوله بعد كده. فكانوا دايما عايزين يحافظوا على نقاء العرق يعني. ففي عبوديه في حضارات زي الصين. الكلام بقى اللي الناس ممكن ما تكونش عارفاه ان كان في استعباد في حضارات افريقيه. وعلى فكره بالمناسبه افريقيا ما كانتش وقبائل متخلفه، لا ده كان في حضارات كبيره جدا 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 في الصين، في افريقيا سوري. منها مثلا حضاره غانا اللي هي غرب افريقيا، حضاره مالي اللي كانت اغنى الحضارات اللي احنا هلا سامعين فيها. صح، غنيه جدا. اللي طلع عمل ذهب، كانت قصور ومباني من ذهب. المباني والقصور من ذهب، وهو في الطريق لمكه. انت عارف انه لحديت هلا يعتبر حاكم مالي هذا الشخص هو اغنى من عاش على وجه الكره الارضيه.
او من اغنى، يعني خلينا نقول من أغنى، صح. يعني اذا ما بدنا نقول معلومه تكون مش مزبوطه، بس انا 90% مأكد هو اغنى من 10 وجه الكره الارضيه، من اغنى توب 3 ل 10 على الكره انا مش الارضيه. فاكر اسمه صراحه، بس انا سمعت عن رحله الحج اللي هو طلعها دي، كان هو غني غنى فاحش، غنى غير حاجه. فهذا الغنى ما بيجي عشوائي، بيجي لما يكون في عندك انت استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي، وفي عندك انت منظومه مبنيه صح. ما في شيء بيجي عشوائي غير لما يكون في شخص بنى منظومه صحيحه ادت انه يوصل لهون. فهي الخبريات اللي احنا بنسمعها انه راح على افريقيا او راح على اكس ولقاها ارض فاضيه وقبائل عم تصطاد بالرمح، هي كليا افتراء. يعني احنا عايشينها دلوقتي ان هم شعب بلا ارض، يعني بالضبط. حكايات الاستعمار ما بتخلصش، ونفس الحجج والمبررات عبر التاريخ يعني. بدي اقول لك انا هخبر خبريه عن قصه العبوديه. سنه 1781 ميناء ليفربول اللي ببريطانيا، ونحن عارفين ان بريطانيا هي اكبر قوه استعماريه كانت موجوده لحد ما انكسرت من الاستعمار او من القوه الاستعماريه الامريكيه. صار فين هن بعد الحرب العالميه الثانيه ورثتها الامبراطوريه الامريكيه 100%. وهو صار فين حروب، صار بيناتهم حروب كتير كبيره اللي انتهت حرب التحرير. بالضبط، اللي انتهت بفوز الامريكا على بريطانيا. ولكن في حته هضيفها بعد ما انت تخلص، بس هتبقى مرتبطه يعني. اوكي. ليفربول كان يعتبر ميناء فقير جدا. فسنة 1781 طلعت سفينة تعتبر سفينة تجارية، ولكن لما نقول سفينة تجارية نحن كلنا بنظن انه شو عم بتجيب زيت وعم بتجيب اكل وعم بتجيب بهارات. كانوا يجيبوا بهارات من الهند. لما كانوا بيجيبوا بهارات ويجيبوا ناس يعني. فالمهم هاي السفينة راحت لوين؟ على شواطئ جامايكا، وكانت هناك يجيبوا منها عبيد. فحملوا هالسفينة من العبيد، وبسبب طمع الناس المسؤولة على السفينة شو عملوا ضعف الحمولة من العبيد. ليه؟ لأنه فيها مكسب مادي. انت لما تقارن تجارة العبيد بهذاك الوقت كأنك عم بتقارن تجارة الذهب، مليارات الدولارات، في اقتصادات قامت عليها. طبعاً. فالمهم جابوا على الطريق صار في خوف من انه هالمي ما تكفي. فشو عمل؟ فصاروا يصرخوا انه وي نيد ووتر. العبيد بدهم اكل، مش ضروري بالانجلش، باي لغه قالوها، افريقي بس انه يعني. فاللي صار انه القرار اللي اخذوه المسؤولين عن السفينه بكل بساطه انه يكبوا جزء من حموله او نصف حموله المركب بالبحر. وشو اقل سلعه كانت؟ العبيد. الانسان. بكل بساطه الانسان. فكبوا نص بالبحر. فانت عم تخيل انت انه نص العالم كبوها بالبحر بس عشان يتأكدوا انه المونة حتكفيهم، لانه اضاعوا الطريق وهن رايحين من جامايكا ليرجعوا على ميناء ليفربول، فاخذت معهم وقت اكتر. ولما وصلوا بتقول الدراسات او المؤرخين انه كان معهم 2000 لتر من المي الزيادة اللي كان كفى لكل الناس اللي كبون. فانت تخيل هو بس طمع، جشع، وانه هذا الشخص او الشيء اللي انت رميته ما لهوش اهميه، لدرجه انا ما فكرتش الميه دي هتكفينا ولا لا. هو رماه، هو كان ممكن يقلل الاستهلاك بس على الكل، لكن هو هذا الشيء هو بينظر له كانه هو سلعه على السفينه، لا اكثر ولا اقل. ولا بالعكس، السلعه بتقل قيمه عن اي شيء تاني طبعا. عن اكل ولا عن سلاح ولا عن شيء، لانه كانت تجاره الاسلحه معروفه كمان بوقتها. فلما رجعوا على ميناء ليفربول شو عملوا؟ رفعوا دعوه. فأي حدا هلا من المستمعين بفكر انه رفعوا دعوة عشان رموا عالم بالمي. ما حدا سألان على العالم بالمي. لا، ما رفعش عليهم دعوة، هم اللي رفعوا هم اللي بالضبط. يعني قبطان السفينة راح رفع دعوة على شركة التأمين. كان في شركات تأمين على السفن لأنه كانت تجارة، فكان في تأمين انه هن بده مصاري تعويض عن السلع، لانه كان بناء على القانون البريطاني يعتبر العبد يعتبر سلعه مثل اي شيء تاني، انه بده سلع على الحمول اللي رماها. واللي بفاجئك انه ربح، وما حدا كان عم بيحكي بالمحكمه عن انه هو قتل مئات الاشخاص. كانوا عم بيحكوا انه هل بحق له ياخذ تعويض، فطلع بحق له ياخذ تعويض، واخذ تعويض مادي. فانت عم تخيل لوين كان. حتى حاخذك اكثر من هيك، حنروح كلياتنا اكثر من هيك. نحن بنعتبر انه العبوديه او التجاره بالعبيد هي مقصوره على تجار وبتقوم فيها. ببريطانيا وطبعا بكل بلدان اوروبا، لانه صار في تنافس بين البرتغال وبين اسبانيا، وصاروا يسلموا حقوق. يعني حقوق، كيف في حقوق النشر، في حقوق الاستعباد. يعني صق ومين الدولة اللي عندها الحق بانه تقرر البنود تبع العبودية.
مثل ما هو كانت لما بريطانيا كانت عم تقوم فيها، كانت عم تقوم فيها بمستعمرات اسبانيه طبعا. بعدين اسبانيا اعطتها للبرتغال، بعدين البرتغال اعطتها لفرنسا، بعدين فرنسا اعطتها لمين بال 1700 فين شيء. المستعمرات؟ فين في امريكا تقصد؟ لا لا لا، المستعمرات الاسبانيه بامريكا 100%. أوكي. ففرنسا اعطتها لوين؟ لمين؟ لا بريطانيا اخر شيء. لا هي يعني بريطانيا غلبتها يعني بالضبط. بالحروب هو يعني طبعا كانت تاخدها منها بالقوه، لانه كانت دول متحاربه طبعا يعني طبعا. مش مثل ما بنشوف هلا القوى الاستعماريه 100%. يعني. فكانت مش بس لم يقتصر الوضع على التجار، يعني مش بس تاجر بيجيب ليسترزق ويجيب مصاري مثل ما انت بتعمل، فكان الموضوع على النبلاء انا مش العسكريين. عارف اجيب مصاري. تعرف عبيد اشتريهم اخر الحلقه بنشوف. فكان الموضوع عن نبلاء بتاجروا، عسكريين بتاجروا، ولا اكثر من هيك الكنيسة كان لها دور كتير كبير بالموضوع. انت عارف انه الكنيسة الانجليزية اللي كانت مسؤولة عنها الملكة إليزابيث، في شخص كان اسمه جون هوكنز، هو كان قبطان كتير معروف. فالملكة إليزابيث طلعت سفينة اهدته اياها اسمها جيسس، سفينة يسوع. فيروح يتاجر ويجيب يعني ملايين من الاموال باك على ليفربول، على ميناء ليفربول. ولما هون ميناء ليفربول انشهر كتير وصار مثل نحن عارفينه طبعا تدريجيا، كان فقير جدا. بعدين انبنت هناك شركة خاصة بتجارة العبيد وبلشت الأموال تدور من هناك. فهيك بلشت عطوه سفينة اسمها يسوع. طبعا الاسم إذا كلياتنا عم يعني سفينة يسوع، يعني الموضوع ديني بحت، ديني تجاري بحت. يعني روح أنت مبارك بهالموضوع، يو ار بلاست. وهذا الموضوع كان كتير كبير لانه الكنيسه والملك الاولى اليزابيث كان لها تاثير كتير كبير، وكان يجيب مليارات، وبس يجي كانت ترقيه. طيب هو كان بيجيب العبيد منين؟ من افريقيا كلها. من افريقيا. منين من افريقيا؟ من عده بلدان، مثل كان في عندك من جامايكا. جامايكا مش في افريقيا، جامايكا في امريكا. هو كان بيودي لجامايكا 100%. في عندك انت اكثر دول هي جنوب افريقيا، غرب افريقيا، جنوب افريقيا على ما اعتقد. المعلومه اللي عندي مختلف. طيب خلينا نبتدي. ولكن هن ما قصروا بكل افريقيا. لا طبعا. هو طيب ازاي بقى هم بدأوا، او ايه اللي خلاهم يروحوا لافريقيا؟ دي قصة كبيرة جدا. على غير الظن ان الاوروبيين هم اول من استخدموا العبيد من افريقيا، ولكن الحقيقة ان الافارقة نفسهم هم اللي جذبوا الانتباه للحتة دي من العالم، البقعة دي من العالم، ان دي بقعة هنبيع منها عبيد. ازاي؟ بيبقى في ملوك وقبائل في افريقيا بيتناحروا، بياخدوا اسرى، فبداوا يعملوا حاجه في الاول، تجاره الرقيق بينهم وبين الدول الاسلاميه او بين الجزيره العربيه، كانت مرورا بالمغرب. طبعا الاندلس لارتباطها التاريخي بالمغرب وبلاد المغرب، فيبقى اندلس قبل بقى ظهور القوى الاسبانيه الاستعماريه. فياخدوا العبيد في الصحراء من غرب افريقيا، كانوا بيطلعوا العبيد، كل افريقيا كلها بتتجمع في الحته بتاعت السنغال والحتت دي كلها، يسافروا في الصحراء. طبعا الصحراء دي كلها رملة، صحراء طويلة جدا جدا جدا، شمس حارقة جدا جدا جدا. فكانوا مثلا لو ودوا 1000 بني آدم يوصل 300، 70% من العبيد كان بيموت صحيح في الصحراء دي. العبيد دول تاني عشان الناس تاخد بالها، العبيد دول طلعوا من ملوك أفريقيا نفسها، بالأفارقة. طبعا واحنا ملوك أفريقيا مش معنى ان احنا عرب ان انا وانت من نفس الدولة، ده عرق وده عرق وده عرق وده عرق. فالأفارقة نفس الكلام، كلهم من أعراق مختلفة وألسنة مختلفة ولهجات مختلفة وحاجات كتير، في اختلافات كتير جدا دينية وعقائدية وكل حاجة كل حاجة، فمختلفين. فاتخانقوا مع بعض، دولة أجرت على دولة أو أغارت على دولة يعني، فإيه أخذت منها عبيد وبدأت تبيعهم. فجذبوا انتباه التجار العرب والمسلمين اللي لقوا فيها لقمة عيش حلوة زي ما بنقول بالمصري يعني. على الرغم ان طبعا الاسلام يعني عظم جدا من اجر تحرير الرقبه ومن اجر عتق العبيد، ويعني كتاب سماوي تكلم بشكل مباشر عن عتق عتق الرقبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني حرم او مش حرم، بس النبي اعتق العبيد والكلام ده كله. ولكن كانت تجاره زي ما بنقول، هي كانت جزء من النظام العالمي. زي النهارده كده النظام العالمي مثلا جزء منه البنوك، تجاره العبيد كانت جزء من التجاره دي. ف
بدأوا وتعتبر العبيد. تجاره كثير لا هي كانت اربح تجاره اصلا، بالظبط. اربح تجاره يعني. وانت خد على مر العصور اي تجاره بتزدهر بيكون لسبب قد ايه عم بتجيب بروفيت. طبعا هي يعني حتى اي نظام اقتصادي مبني على انه شو هلا بجيب مصاري. انت هلا ممكن التاجر بشيء ما بجيب لك مصاري، انت ممكن هلا التاجر بالعبيد، اي حدا ممكن يتاجر بالعبيد. لا مش بس لانه ممنوعه، في والله هلا احنا رايحين لهذا بس هي اختلفت الاستعمال. طبعا هي من اختلفت المسميات، خلينا مش بس المسميات، اكثر اختلف الاستعمال. قبل كان يستخدم العبد للأعمال المنزلية والزراعة بمزارع القطن والسكر وهالمناطق. وشوف انت لحديت هلا كتير في افلام، في فيلم اسمه جانجو او شيء هيك ليوناردو دي كابريو والممثل الثاني الاسود، هو بيحكيك فعليا عن العبودية كيف كانت. فهو فيلم جميل جدا، انا بنصح اي حدا يحضره، كتير حلو. الممثل ليوناردو دي كابريو فيه، تمثيل رائع. وبيعطيك ملخص او شو كان فعليا العبوديه بوقتها. كانوا يشتغلوا بمزارع، لكن هلا هل في عبوديه او ما في عبوديه بنشوف بعدين. انا لكن انا بتكلم على حته تسليط الضوء على ان الاستعباد يطلع من افريقيا بالشكل العنيف ده، لان هم اكتر عبيد تعرضوا للعنف في الاستعباد يعني، بسبب اللي حصل في امريكا يعني. فبدات تجاره العبيد من ملوك افريقيا نفسهم اتنقلت للجزيره العربيه والدول العربيه والدوله العثمانيه بعد كده، او الدول العباسيه والامويه، الدول الاسلاميه عموما يعني. ده لفت انتباه لما حصل بقى النهضه وسقطت الاندلس، فاسبانيا هي اللي ورثت الاندلس. صحيح. اسبانيا لما ورثت الاندلس استكشفت الامريكتين، لقوا مساحات واسعه جدا، حاولوا ان هم يستعبدوا الهنود الحمر المواطنين الاصليين، ولكن كانوا مقاتلين اشاوس زي ما بيقولوا يعني. انا عندي نقطه تعليق على هاي النقطه. انا بظن لما اكتشفت امريكا كانت هي 1492 على ما اظن، والله اعلم اذا هو فعليا اول شخص اكتشفها. لا ممكن الاندلسيين يكونوا اكتشفوها قبل. بالضبط. مش لانه انا في كتير بالضبط، بس حلو انه نخبر عشان الشخص، لانه هي مش معلومه 100%. لانه بظن في ناس قبل كريستوفر كولومبوس اكتشفوها، ووثائق كتير، وفي بيقولوا لك كان في ترايبس مسلمه هنيك. صح. خلينا ننط على النقطة. سبب انه هن سبب انه هن لم يستخدموا الهنود الحمر مش لانه كانوا مقاتلين اشاوس، بالعكس انا بظن الهنود الحمر طبعا اي شعب له حق، يعني الشعب الاصلي مثل باستراليا ابدو وكذا وكذا. الشعب الهند يعني الهنود الحمر انا برأيي لم يقاوموا. يعني في عندك شعوب كتير قاومت اكتر، هن لم يقاوموا. بالعكس لما كان في نهضه بامريكا وبدهم عمال، السبب انه ما قدروا يستخدموا الهنود الحمر، انه هن اوريدي ابادوا 100 مليون واحد منهم، ابادوا ملايين. بعدين فاقوا لحالهم نحن بدنا ايدي عامله، بطل في موجود. بالعكس الهنود الحمر كانوا يعني من اقل الشعوب فعليا مقاومه للعدو. بالعكس كان يقعد معه انه we want to live together. يعني بهالمحلات يعني التاريخ غريب، والتاريخ فيه كتير أشياء نحن ما بنعرفها، ولكن لما أبادوا 100 مليون بطل عندهم يد عاملة، فاضطروا يرجعوا لبرا ولا كانوا يستخدموها. طيب حلو. ده بياخدنا ان هم تم لفت انتباههم يعني لأفريقيا، لأن الأندلس كان فيها عبيد من الأفارقة يعني. صحيح. بدأت تجارة العبيد من أفريقيا مع الأسبان راحوا لملوك أفريقيا دول على السواحل يعني بتاعت غرب أفريقيا، وبدأوا يعرضوا عليهم ان هم يدوهم بضائع مقابل. كانت امريكا طبعا مليانه ذهب، مليانه طبعا، بدأوا يدوهم ذهب وبضائع اخرى وبهارات والكلام ده كله. تعرف الهنود الحمر كانوا يهدوا الامريكان ذهب كتير، قد ما كان عندهم ذهب. هو بيحاولوا يخلصوا منهم، بيحاولوا قوي جاي عليك فانت تحب تخلص منه اكتر من تخلص منك انه تاخذ الود اللي له. صحيح. فبدأت التجارة من هنا، فعرفوها الأسبان، وبعدين منهم بدأوا ينقلوا العبيد دول للمزارع اللي في الأمريكتين يشتغلوا فيها. وبعدين مين اللي تبع الأسبان؟ البرتغاليين. وبعدين مين تبعهم؟ الهولنديين، اللي هم كان ليهم برضو احتلال على فكرة. شركة الهند الشرقية كانت الأول هولندية اللي موجودة الغربية، شركة الهند الهولندية الغربية صح سوري. فهم بدأوا يشتغلوا برضو، يجيبوا لهم بهارات وكده. وبعدين الأسبان بدأوا ينقلوا مع التطور، الفرنساويين بدأوا مع التطور الحضاري والتقني بدأوا يدوهم أسلحة. فبدأ الملوك يطمعوا أكتر في إن هم ياخدوا أسلحة اللي هي البنادق. بالضبط. بالنسبة لهم حاجة بيتكلموا مع قبائل كانت لسه طبعا الحداثة ما اتنقلت لهم. بس على فكرة فادتهم بشغلة هلا راح اتطرق لها بعدين. للأفارقة.
ان هم بدأوا يستخدموها في الحروب ويستجلبوا عبيد في حرب اكتر من دول تانية. بس من كان دول لها أفريقية بالاخير حقول لك انا خبريه عنها هذه. بس بتعرف شغله انت، البرتغاليين في مره كانت من المرات عم بياخذوا من جامايكا كمان، ما كانت هنيك مثل منجم. انا اظن كانوا بيصدروا لجامايكا، لان جامايكا في امريكا، فكانوا بيستخدموا كانوا بيصدروا، نفس مزبوط، الحتة. كانوا عم بيصدروا لجامايكا، فطلعوا 350 من افريقيا لجامايكا، 350 وعدد قليل يعتبر 350 عبد. فبس اخذوهم، شو هدول كيف اخذوهم؟ خطفون، كانوا هدول عباره عن صيادين، فخطفون واخذوهم مع عائلاتهم واولادهم. وهن رايحين بالطريق تيجي بحريه، طبعا كانت سفينه صغيره لانه عليها 350، تعتبر فعليا سفينه عاديه. فبيجي اسطول، بيجي سفينه حربيه بريطانيه بتوقف السفينة. وطبعا كان وقتها التناحر العسكري البحري يعني بأوجه بالضبط. أخذت السفينة، أخذت كل الحمول اللي إلها وراحت بعتهم. على فكرة هيك الإنجليز تعرفوا على تجارة العبيد. هي كانت فعليا أول معاملة رسمية، معاملات رسمية بتتم على ورق. يعني هون صارت فيها في شيء اسمه تجارة العبيد عند الإنجليز. كانت يعني هاي كانت ورقة مكتوبة ومثل يعني فيها بريفورما انفويس مثل ما بنقول، عرفت، دان رسمية. من ال 350 بتعرف كم شخص وصل؟ 20. فأنت عم تتخيل كمية الأفارقة اللي كانوا يموتوا بالبحر، من 350 يوصل 20، يعني ما وصلش حتى الربع. طيب أنا كنت بسمع كمان إن في 20% منهم بيموتوا من الاكتئاب طبعا في السفن دي. تعرف انه كانوا يسمعوا البحارة من بحارة، يعني هذا تناقل احداث، والتاريخ هو عبارة عن تناقل احداث وتواتر مثل ما بيقولوا، انه كانوا يسمعوا صريخ لفارقة وهن قاعدين لانه يسيبوا بانيك اتاك. نحن هلا صرنا نعرف المصطلحات. طبعا ما يقدرش يتنفس. تعرف انه في اشخاص تموت لانه ما عادش قادرة تتنفس. هو في اكسجين بس ما قدر يتنفس. شيء رعب فعليا، شيء رعب. فبدأ بقى طبعا الحضارة الغربية. لا ربنا يعافينا يا رب يعافيك. انا للبريدنج اقوى انت، بالعكس انت تبقى انت العبد القوي اللي هيستخدموه في الحاجات دي. ف اخذوا بعد ما الدول الاسماعيليه كلها بدات تاخد العبيد من غرب افريقيا او من افريقيا وينقلوهم، بدات التجاره تزيد وكده، فبداوا يتنقلوا على الامريكتين. حفل استقبالهم في امريكا كان مرعب. كانوا مبدئيا بينزلوا من المركب يتم جلدهم بلا سبب، وبعد ما يتم جلدهم هم كانوا بياخدوا مجموعه يجلدوهم قدام العبيد التانيين علشان يكونوا عبره، ويخضعوهم زي ما انت قلت، كسر نفسي، يكسروهم. هو رقم واحد للسيطرة على أي شعب، على أي شخص، على أي شيء، على الحيوان. أنت كيف بتسيطر على الحيوان؟ إذا كسرته نفسيته تضربه، كسرته خوف دايما بالضبط، كسر شيء مخيف. فبدأ إن هم يضربوهم بالشكل ده ويحطوا ملح على الجروح علشان يزيدوا الألم بتاع الجلد. فيبتدي الناس خلاص هو في دماغه كلها إن أنا بقيت ملك للشخص ده. ده حصل في جيم اوف ثرونز برضو في الولد، انا مش فاكر الاسامي، سبارتاكس كمان. لا مش ده بس. في جيم اوف ثرونز لما قعد يعذبه وبعدين قطع له العضو الذكري واكله له علشان يخليه يكسره نفسيا، بيكسره نفسيا، وكان مسميه ان هو الكلب بتاعه. يعني كان بيقول له ان انت الكلب بتاعي، فكان تاني خلاص استسلم تماما بالظبط عشان يرجع تاني سيطرته لنفسه او ثقته في نفسه. اخذت من اخته اللي هي انقذته، كان هو امير تم اسره، يعني اخذت منها حاجات كتير. دي حاجات نفسها حقيقيه. في الفيلم اللي انت ذكرته العبد الكبير بتاع القصر اللي كان بيشتغل تحت ليوناردو دي كابري، هو بنفسه اللي كان بيقاوم تحرير العبيد من القصر. صحيح. لما هم في الاخر العبيد انتصروا، هو اللي كان بيحارب لدرجه هم اضطروا يقتلوه عشان يعرفوا يهربوا. بالظبط. فانت النهارده العبيد دول كانوا يدخلوا امريكا يتم ضربهم بالشكل ده. كانت المشكله في امريكا ايه؟ تعرف ليه عمر؟ بلا مقاطعه، لانه اكتر شيء ممكن يخاف منه خلص قطعتك. اكتر شيء ممكن يخاف منه العبد هو الحريه، لانه هو مفكرها اخطر من اللي هو فيه. بدي اقول لك شغله على هالنقطه قبل ما ننط اللي انت كنت عم تحكي. دي بتحصل مع المساجين على فكره كمان. كيف يعني؟ يعني في مساجين لما بيقضوا فتره طويله جدا في السجن بيطلع مش عارف شو بده يعمل. ممكن يشنق نفسه زي الفيلم بتاع تشاوشنج. ما بعرف الصراحه. فيلم واحد مسن كان محبوس 50 سنه، عمل جريمه هو عنده 15 سنه، طلع عنده حاجه و70 ولا حاجه. طب ما طالع لقى دنيا غير دنيا. في السوبر ماركت وبتاع وشاف عربيات تتخض، دخل الاوضه. صديقي انت اذا بتنام هلا اليوم كم ساعه زياده بتفيق مش شو صاير بالدنيا.
كيف تطلع بعد 50 تأفورش، سنه؟ مش للدرجة مش دي. يعني بس انه يعني مش هشنق نفسي عشان نمسح. لا ما تشناش هلا، انا مش مستغني عنك. بس 50 سنه انت طالع، خصوصا بتعرف شغله، على هذا بطل حديثنا، بس نحن باخر 50 سنه او 30 سنه مذهل. تطور اكثر من مذهل. 300 سنه لورا. طبعا. هو هون صار التطور. فانت تخيل، نرجع لنقطتنا، في مسلسل اسمه سبارتكس بقصه انه العبد اوقات هو اللي بدافع عن عبوديته اكثر من اي حدا تاني، لانه صار ملاقي راحته فيها، خايفان يطلع براتها. سبارتكس ده في الامبراطوريه الرومانيه. سبارتكس هي قصه حقيقيه. هو اللي قاد ثوره العبيد. مظبوط. هلا هن نسفون، اعدموا في يوم واحد 6000 شخص، 6000 عبد. بس مين اللي كان مسؤول؟ في شخص اللي حضر فيكم سبارتكس، اول شيء مسلسل رائع بس بنحضر بس شباب. اللي ما حضروا بكل بساطة مش هنحرقه له، بس اللي كان يدافع عن او يحجم العبيد ويخليهم تحت الطاعة كان عبد معهم، 100% عبد مثلهم. فانت عم تتخيل تم اخضاعه اكتر منهم، وبعدين ادوا له زي رتبه، لا رتبه انه انت عبد برو، برو عبد زياده او عبد برخصه او عبد بنجمه بالضبط. فهو خايف يخسر المكان اللي بالضبط، وهو عارف ان عمره في حياته ما يبقى حر، هو اتكسر يعني. على فكره في دولنا العربيه او في دولنا الاسلاميه يعني طبعا تم الغاء العبوديه في الدول الغربيه قبل الدول الاسلاميه للاسف، لان كانت جزء مؤصل من الدول الاسلاميه. معامله العبيد في الدول الاسلاميه كانت احسن بكتير جدا من الغرب، لدرجه ان هم وصلوا لملوك وقاده مستشارين. يعني المماليك دول كانوا ايه؟ كانوا عبيد بالزبط. ما كانوش سود او ما كانوش داكنين البشره يعني. كافور الاخشيدي عبد. تجاره العبيد او دخلك صلاح الدين مش كان عبد بس كان كردي. من كردي بس كان ذو شأن قليل. لا. اول شيء لا ده كان ابن أمراء صلاح الدين الايوبي. ابوه كان صحيح كان من النبلاء يعني، وكان قائد حصن كبير. انا ضيعتهم يعني في الدوله الايوبيه. لا قبل الدوله الايوبيه، وبعدين لما انقلب عليه او تم الانقلاب عليه من الدوله اللي هو كان بيتبع ليها، استجار بالدوله عماد الدين زنكي، بدوله عماد الدين زنكي. صحيح. فدي حاجه مختلفه خالص. طيب نعود أدراجنا استرسلنا في الكلام فعلا. طيب ايه سر تسميه سليف؟ دي برضه مفاجاه ما حدش هيتخيلها ابدا. اول حاجه الدوله الرومانيه 70% منها كانوا عبيد، 30% كانوا احرار. اكتر الشعوب المستعبده تاريخيا الشعوب السلافيه، اسمها السلافيه، اللي هي مين النهارده بقى؟ سلافيك نيشنز. يعني مثل صربيا والمناطق ليتوانيا كرواتيا، ألبانيا، صربيا، مونتينيغرو. المناطق الجميلة دي ليه كان بيتم استعبادهم؟ دول كانت قليلة الموارد، فكان بيتم عليهم إغارات كبيرة جدا 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 بالإمبراطوريات المحيطة بيهم الشرسة جدا، يتم بيعهم. الستات حلوين، فالناس بيستخدموهم. حلوين يا جميل؟ لا حلوين طبعا يا حلوين يا جميل فعلا. بتحب الاسلاميات؟ مخادي يا جميل، مش قادر صلخت يا جميل. اوكي. فبيتجوزوهم. انت هلا بتغير كم مره على اللي بتعمل اغاره على صربيا والمناطق، بتطلقت عبيد كمان شوي. بتلقط عبيد وطرب. ايوه طبعا جواري بقى. جواري وقت يا جميل بقى جميل. بص لي طيب. كمل عزيزي. فالشعوب الاسلافيه دي كانت من اكتر الشعوب اللي تم الاغاره عليها. المماليك لما بنتكلم عليهم مثلا، هم مماليك من اسيا الوسطى، كل اوصافهم ان هم كانوا بعينهم ملونه وشعر اصفر ويعني وبيض البشره يعني، او بشره بيضه يعني. مش هم اكتر ناس تم استعبادهم، مش الافارقه. في كتير جدا من الشعوب الاوروبيه تم استعبادهم. بس يعني بتعرف انت لما بنسمع فينه كتير؟ لانه الغرب بيحاول يطمس هالفتره الزمنيه. بدي اقول لك شغله وممكن تتفاجئ، واذا انا بتمنى يكون اي حدا عم بيحضرنا او انه بس يحضرنا يعرف، بوقت حرب اوكرانيا في مذيع طلع قال شغله، على فكره اذا حدا انتبه لها وكتير انتبهوا له وكتير نعمل شير لها، لما كان عم بيحكي قال انه هيدول الريفيوجيز اللي جايين they have blonde hair and blue eyes like they are not like the one that we see in Afghanistan and this. فشوف هن بالنسبه لهم هيدول انه لانه عندهم عيون زرق وشعر اشقر يعني ما ينفعش يتهجر او يصير في عندهم حرب. فهيدا عبوديه بحد ذاته.
هيدا جزء من هو العبوديه التمييز بحد العنصري ذاته. بيعتبر من انواع العبوديه. انواع العبوديه الحديثه، بالظبط. العمل القسري يعني. بالظبط. ده ممكن نسال بقى سؤال، هل تظن ان في النهارده عبوديه انا موجودة اول شيء النهاردة؟ ما زلنا احنا بدنا نحكي على هل في عبوديه. هلا خلينا نحكي نحن كيف انتهت العبوديه، او شو كان اول حجر اساس بانتهاء العبوديه القديمه، فعلى اساسها بنشوف هل بعد في عبوديه ولا تعتبر لا، انتهت. خلينا نقول اول دوله تم تحريرها بالكامل، أوكي. او اول ستيت، بلاك نيشن ستيت يعني، حصلت في الامريكتين اللي هي كانت ممكن العبيد بالشكل الاخير دي. أوكي. كانت دوله هايتي، حصل فيها ثوره كبيره 100%. واستمدت الثوره دي من الثوره الفرنسيه، لان هي كانت مستعمره فرنسيه. صحيح، هن بالضبط ب 23 اوغست بال 1731 بالظبط، يعني بعد الثوره الفرنسيه يعني بحوالي بسنين بسيطه جدا اظن، يعني لو ما غلطتش في التواريخ يعني. لكن هي دي كانت اول دوله مستعمره تابعه للحكم الفرنسي. مستعمره لناس كلهم داكني البشره او بملامح افريقيه، ياسسوا دوله في امريكا الجنوبيه. هلا بس برضو حاجه مهمه ان الافارقه في الامريكتين هم قدروا ان هم يهربوا للغابات، يعني كل محاولات الهروب اللي اولا بقت بالفشل في اول لانه ما كانش في غير غابات، لكن هم قدروا يكونوا مدن محصنه في الجبال والغابات، وده ما خلاش السيد الابيض يقدر يوصل لهم بسهوله. هلا قبل هي بلشت من منطقه هايتي، لما صار قبل هايتي كان في محاولات لانشاء دول برضه، لكن فشلت طبعا. كانت اول محاوله خلينا نقول ناجحه، لانه التاريخ ما بيذكر الفشل، بيذكر النجاح. تمام، صحيح، بنتفق على هاي الشغله. فنحن بدي اقول لك بس صارت هيدي الثوره باوغست 1731، اول شيء عملوا دمروا المنشآت، دمروا المزارع، يعني دمروا كل شيء بيقدر يستفيد منه الشخص الابيض. تمام، سياسه الارض المحروقه 100%. فشو عملت؟ وبعدين لما يصير اي ثوره، اذا بتشوفوا انتم باي مكان بتصير اول شيء ثوره، بتلاقي الناس نزلت على الشارع كسرت البنيه التحتيه، لانه هيدا اول رد فعل، لانه بالنهايه هن اللي بنوا هالمزارع عم بكسر. بالضبط، الغضب ما بتقدر انت، خصوصا ما يكون على سنين، بصير صعب تحصره. فاللي صار انه بعتت فرنسا جيش، مسحوا الارض فيه للجيش. كانت بال 1803 مسحوا الارض فيه. سنه 1804 اعلنوا استقلال هايتي، اللي كانت اول مستعمره فرنسيه بيتم فيها استقلال. وهذا الشيء اعطى تريجر لكثير من الشعوب. مش بس حتى بامريكا، والخوف وصل. على فكره امريكا دائما من اذكى الشعوب اللي بتعرف امتى تقطف الشغله، بكل صراحه. لما 1804 يا عمر، لما سنه 1804 لما انتصروا، شو عملوا امريكا؟ بالدستور نزلوا انه حقوق السود وانه هن اخواننا بهالمعنى، يعني انا عم ترجم ترجمه معنيه معنى، فانه انه هن اخواتنا وانه لهم حقوق ولازم نعطيهم حقوق. ليه؟ خافوا يصير في ثوره تطيح بكل شيء كانوا عم بيبنوه على مر السنين، لانه كان في ملايين الافارقه صار عم بيشتغل. فانت بيعرفوا يعني هذا ذكاء، بيعرف امتى ياخذ وامتى يعطي. فكانت المهم عشان ما نطول، هذه كانت اول ولايه بيصير فيها استقلال، او اول مقاطعه مستعمره بيصير فيها استقلال. بعد المستعمره دي ما حصل فيها الاستقلال، اللي انا اعرفه ان فرنسا بعد الثوره الفرنسيه ونجاح ثوره هايتي فلقوا نفسهم ان هم مجبرين على تقبل المواضيع دي، فاعلنوا استقلال او الغاء العبوديه من كل المستعمرات الفرنسيه اللي كانت بتمتد في كل حته. 1833 1848 ده كان الاعلان الثاني، لان هي الغيت الاول 1804 او في الحدود 1804 1810 في الحدود دي. وبعدين نابليون قعدها تاني في النص في الثلاثينات تقريبا، وبعدين رجع لغاها تاني بعد ما نابليون مشي يعني، فرجعوا لغوها تاني. فدي فهنقول ان فرنسا يعتبر هي من الدول السباقه، اللي هي كانت في 1700 وشويه كمان يمكن بالغاء العبوديه. بعد كده حصل قبلها كمان حصلت الحرب الاهليه الامريكيه اللي هي كانت بين الشمال وبين الجنوب. بس انا هنا عندي وقفه بسيطه جدا. اول حاجه ابراهام لينكولن طبعا، اللي هو اعلن رسميا انتهاء العبوديه في امريكا في الجزء الشمالي او في الولايات الشماليه. بال 1865 بدات تحارب كبير جدا. 1865 امريكا اعلنت انه بس في عندك انت قبل ما تكمل، بس لنحط التواريخ مضبوطه. مثلا انت منظمه حقوق الانسان، منظمه الامم المتحده لحقوق الانسان سنه 1948 يعني مش من كثير يعني من عفوا من
وقت احتلال قلت لك ان في دول عرفت كان لغت تاريخ على فكره العبودية. 1948 تاريخ مميز. مميز مميز لكثير بكل كثير صوت. امور صار فيه، على فكره كثير امور يعني انتقاليه صارت فيه. على كل حال 1948 كان اليوم اللي او السنه اللي لغوا فيها رسميا منظمه حقوق الانسان الاستعباد او الاسترقاق، يعني مش من كثير بعيد. طيب بالنسبه للجزئيه بتاعت الحته بتاعت امريكا، وانت بتتكلم على بريطانيا والحوار بتاع ليفربول ده، فانا قلت لك هقول لك مفاجاه في فاجئني يا جميل. تويست كبير قوي. بيقول ايه بقى؟ انجلترا بدأ فيها النبلاء، في طبعا حد راجل من الحكام يعني او محامي مشهور جدا في بريطانيا، اتفاجئ مره براجل داكن البشره افريقي واقع في الارض غرقان في دمه بيموت. اخده وداه لاخوه، اخوه كان طبيب عالجه، سمع منه القصه، قال له ان هو كان مع السيد بتاعه وغضب عليه السيد فموته وسابه ومشي، ضربه سابه ومشي. زي بالظبط ما انت يكون عندك حاجه حيوان، يعني انا اسف التعبير، يعني وتموته وتسيبه وتمشي، فاهم؟ حتى ما قالكش قلب. ما انا عندي بسينه، انا عندي بسينه بسينه دي يعني قطه يا جماعه. قطه. تمام. هتاخدوا مننا كلام كتير الفتره الجايه دي، لازم تبتدي تتعلم. ليه؟ طب كل المستمعين مصاروي في الاغلب يعني. طيب فبدأ الشاب ده هو اللي فجر البذرة بتاعة التحرر من العبودية. فالراجل الدكتور والراجل المحامي دول بدأوا ياخدوا الموضوع على كتفهم جامد، كانوا من الوجهاء من النبلاء، دخلوا البرلمان بدأوا يتكلموا، بدأت المواضيع تبقى قضية رأي عام وسط النبلاء. بدأ الستات من طائفة النبلاء في انجلترا يقاطعوا المنتجات اللي جاية من أمريكا. وهنا بيجي نقطة المقاطعة، فعالة ولا مش فعالة؟ في معظم القضايا اللي فيها رأي عام علني المقاطعة كانت السلاح الأقوى. نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا، نظام المقاطعة كان هو النظام الفاصل في تحرير جنوب أفريقيا من فكرة الأبارتايد. على فكرة بشكل كبير اللي حصل النهاردة في غزة، الحمد لله إن الحمد لله، نسأل ربنا إن هي الله يبارك فيك يا رب. ألف مبروك. المقاطعة كانت ليها سلاح فعال جدا. الثورات المجتمعية رغم انه بيحاولوا يقولوا لك مش فعالة، ولكن فعالة جدا. انت بكل بساطة بتفوت بتشوف الستوك قد ايه نازل، تعرف انه مدهور 100% فعالة. طيب النقطة بقى الغريبة هنا ايه؟ ان انجلترا اللي بدأت تظهر فيها طبقة نبلاء بتحاول تجاهد لإلغاء العبودية في مستعمراتها وفي الدولة بتاعتها، وهم بالفعل كانوا سباقين في الأمر بعد فرنسا تقريبا. فبدأت الحرب الأهلية الأمريكية. هم أمريكا كانت مستعمرة بريطانية، فبدأوا هم علشان يحطوا أسفين ما بين يفتتوا أمريكا، زي ما بيقولوا، لما كانوش عايزين يسيبوا أمريكا تبقى قوة عظمى. طبعا البريطانيين دايما بيفكروا لقدام، من أخبث وأكتر الناس اللي عندهم تفكير استراتيجي هم الجماعة البريطانيين دول. الدهاء الأمريكي لا يعني ما يجيش ربع الدهاء البريطاني بنظرك. في السياسة يعني، في السياسة لا دي بنظرك، دي بنظرك انت كمان يا جميل. انا ممكن وافقك بس مضطر هلا ما اوافقش، لازم توافقني يعني. فالمهم امريكا لما قامت الحرب الاهليه دعمت الجنوب اللي هو كان مجتمعات زراعيه متمسكه بالعبوديه لاخر نفس، ضد مبادئها اللي هي اعلنتها في امبراطوريتها، ضد ابراهام لينكولن. يعني هم طول عمرهم هيك. ايوه طول عمرهم هيك دعموا ان هو العبوديه ما تتلغيش بالوقت اللي هن عم بيطالبوا فيها يعني. فالسياسه مجنونه، حاجه مجنونه unpredictable. يعني لازم تقعد انت ما بتدافع عن مصالحك بس السياسه دايما ما فيهاش ابيض واسود. على فكره حتى كتير في موفيز، نحن اكيد الناس شايفه كتير موفيز، وهلا نحن عم نحكي على الموضوع، اكيد كل واحد اجى براسه في موفي كان في هو حاضر. ويل سميث ما حدش يشوفه وحش جدا، في كتير يعني. اي واحد بيتكلم على العبوديه كان وحش قوي. شو وضعه؟ اللي مش فاكر الاسم، هقول. طب اللي قط مقطع فيه، هو كان برضو من الجنوب وهرب وقت الحرب الاهليه وانضم الجيش الشمالي. في عندك انت مثلا موفي اللي بيحكي عن اول مره اللي ما قبلت تقوم من مقعدها بقلب الباص لكرمال السمراء، كرمال وحده بيضة تقعد محلها. بناسا انت بتعرف انه كان في موظفه ايام كمان كان في موفي عنها مناطق الحمام كانت تمشي
كذا كيلومتر. يعني عفوا انت اليوم اذا محشور دخت وين بدك تمشي كذا كيلومتر، خصوصا اذا صبيه او بنت وين بدك تمشي؟ عيب يعني، تحت شتاء قلة وتحت نخوة كذا يعني. ما عندك حقوق. يعني ما تفكري حدا حيوصلك او كذا. دي امريكا كانت بوقت اللي بعد الستينات. النظره الستينات للشخص والسبعينات الاسود كتير بشعه. فهيدول الاشياء البسيطه لما الشخص قال نو مش رح يقبل موضوع الموضوع يكمل. وشو هو اللي كان في السبب الانتقال انه تقوم مظاهرات ويتكسر الدنيا ويطلع قوانين بحقوق متساويه للجميع، كله بيقعد، كله مسموح بصفوف، كان ممنوع الاسود يكون حد الابيض او اصلا اذا سمح له انه يفوت. مع انه كان في على فكره كان في تفوق كتير للادمغه الافارقه. بدي اقول لك شغله، بتعرف انه في كتير هيدي مش حنحكي بالموضوع، بس انت بتعرفوا انه كتير في دراسات اركيولوجيست وناس خاصه بالتاريخ بالدي ان اي بيقولوا لك انه اول شخص كان على الكره الارضيه يعني قدروا يرجعوا بالتاريخ كان داكن البشره. يعني هو في مثلا سيدنا ليش موسى لا؟ على سبيل المثال مثلا ليش ده لا؟ كان البشرة. ليش لا؟ ليه نحن يعني. انه مستحيل؟ يعني هلا واحد بفكر فيها مستحيل ليه؟ يعني بلكي الافريقي خلق قبلك مثلا. ايه طيب هنا برضو بتاخدنا لحته تانية ان تفسيرات التوراه او اليهود مثلا بيتكلموا في ليه داكين البشره وجدوا او بقوا موجودين ازاي. فقال لك ايه بقى، خرافه طبعا يعني مش مصدق بيها. قال لك ان سيدنا نوح كان عنده 3 ابناء، منهم ابن اللي هم من سلالته الناس داكين البشره دول. بص على عوره ابوه المخمور، يعني استغفر الله العظيم، يعني هم بيقولوا ان سيدنا نوح شرب خمره فنام وتكشفت عورته. فنظر هو غصبا عنه حتى يعني للعوره بتاعه النبي يعني، وبعدين ما غطوهوش، وراح نده اخواته الاكبر منه كده تقريبا كانوا ان هم يغطوه هم يعني. فمن سلالة ده ربنا غضب عليه، ومن سلالته جم القوم الداكين البشر. انا اشوف شيء غريب، كلام غريب يعني طبعا. هي بكل بساطه يعني الله اعلم كمان، او يعني ربنا خلقنا اشكال وانواع تمام، تراب بس من تراب من تربه الارض، التربه شوي سوداء على تربه شوي ولكن شوف رب العالمين بيخلق الامور بطريقه ما فيها خطا، ما فيها خطأ. يعني معظم السود وين بتلاقيهم انت، او هو فعليا كل السود بافريقيا اللي هي فيها بيئة صعبة جدا، فبتلاقي بنيانهم اقوى من بنيانك، بتلاقي لونهم داكن، ولكن بنفس الوقت بنياني انا قريب على الافارقة بتلاقي انه بشرتهم سمرة جدا لانه الشمس عندهم ساطعة بشكل مش طبيعي. بتلاقي المناخير اللي لهم كبيرة، ليه؟ لأنه بده يتنفسوا أكسجين أكتر بسبب صعوبة البيئة اللي لهم. عشان هيك كان في مرة فريق فوتبول عم بيلعب بملعب فوتبول يعتبر عالي عن سطح البحر، نحن أي ارتفاع بنتاخد من سطح البحر اللي هي نقطة 0. اللعيب البيض ماتوا ما عادش قادرين يتنفسوا، لأنه كل ما تطلع لفوق أنت بيزيد البريشر وبقل الأكسجين، ما عادش قدروا يكملوا لعب. بالوقت الناس اللي بشرتها داكنه بعدهم قادرين عم بيلعبوا يركضوا، لانه كميه الاكسجين اللي بيقدروا يستخدموها بقلب اجسامهم اكتر بكتير، لانه عندهم الانلت. تأكيد على كلامك في دي يعني احنا في مصر بنلاعب دايما منتخب اثيوبيا وهو اعلى من سطح البحر، فاحنا بنروح نلعبهم هناك دايما ما بنعرفش نكسبهم بصعوبه جدا. ميدو ده كان مهاجم مصري وحكى حكايه ان هو وهو صغير راح لعب ماتش هناك، فالكباتن الكبار اللي معاه في الفرقه قالوا له ما تجريش كتير لانك هتتعب، فما سمعش كلامهم وجري كتير ووقع منهم. برضو دي مرتبطه بحاجه تانية، ان هم دايما في العاب القوى هم بيكسبوا دايما الماراثونز اللي هي بالمسافات الطويله، دايما بتلاقي العداء اللي بيكسب لازم يكون داكن البشره، نسبه كبيره جدا 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 بيكون داكن البشره. مظبوط. من الدول شوف انت مثلا بالريس 7 من اصل 8 و9 في العاب مميزه للبيض هيدا مميزه للسمر بالظبط. ما تلاقيش واحد اسمر ابدا داكن البشره افريقي، دايما سباح جمباز كبير معظمهم بيض، صعب جدا. دايما السباحين هتلاقيهم بيض، دايما جمباز هتلاقيه ابيض لانه حجمه اصغر ومرونته اعلى بكتير جدا من الجسم الكبير. بالظبط. الان الباسكت السود كان عندهم لانه اطول بنيانه اقوى الملاكمه السود طبعا دايما مش دايما نسبه 90% يعني عظماء اللعبه دايما من اصحاب البشره السمراء يعني حسب باي ويت. لا خلينا نحكي حسب باي ويت، لانه اللايت ويت والفيذر ويت والهيفي ويت وكذا بيختلف.
يعني كونر ماجراجر مثلا، خبيب، هالاشياء، ما هدول كلهم بيضوا يعني يعتبروا على بيض. الملاكمة مش على الفنون القتالية اليو اف بس سي. بس تعتبر نفس الكاتيجوري. بس مايك تايسون هو كان مرعب، مايك تايسون. اوكي خلينا هلا نحن طيب. نطلع نرجع لموضوعنا عشان ما نمد بحلقات تانية، لانه جايين بهيدي المواضيع نحن بعدين مستقبل. اوكي هلا بالنسبه لانتهاء العبوديه خلينا نحكي نحن بكل بساطه. هل انت كعمر، لانه كل واحد حر برايه، بتعتبر انت انه العبوديه خلصت ولا بعدها مستمره؟ شوف بصراحة أنا ما بحبش أكون أوفر في الحاجات دي. أنا شايفها خلصت طبعا أكيد. ليها بعض الصور في بعض الدول أو في بعض المجتمعات موجودة طبعا، لكن ممكن نقول مثلا عملت الأطفال دي نوع من أنواع العبودية. طفل صغير مسلوب الإرادة بينزل يشتغل علشان يصرف على أهله وعلشان بس يجيب أكل وشرب ليه عشان يعرف يكمل حياته هو وأهله. دي طبعا 100% عبودية. لازم يكون في وقفة عنيفة قدام الظاهرة دي. الطفل من حقه ان هو يتعلم ويعيش حياة صحية سليمة، ومن حقه ان هو يطلع في مجتمع يوفر له كل السبل الممكنة ان هو يكون انسان كويس يقضي طفولته للاخر. تاني حاجة العمل القسري. احنا بنشوف ناس بتشتغل بمرتبات حقيقي قليلة جدا من جنسيات مختلفة. من الحاجات اللي بتنرفزني دايما ان في جنسيات بتبقى مميزه عن جنسيات باي ديفولت، ان هو بس عشان معاه باسبور معين. في شيء عندنا نحن اسمه عقده الخواجه. هذه مشكله طبعا عم بتقل كتير، لانه انا بنظري السوشيال ميديا والدنيا بلشت تكتشف، او انت ثقتك بحالك بلشت تزيد كعربي خلينا نقول. لا هو احنا كعرب احنا متعلمين احسن من اي حد. احنا بنحكي، انتوا كلبنانيين. لا نحن بنحكي 3 لغات يا دوبك لغتين. اوكي بس كمان تميز، لانه اليوم نحن بس نشوف حدا اجنبي عم بقلنا مرحبا، بنضحك بقول مرحبا. طب عفوا انا بحكي انجلش يعني فلوينت وبحكي لغتين زياده غير العربي الام، وبعمري ما قلت لحدا انه انا بحكي هذه اللغه او اني بجيد هاللغه، بس ممكن اذا صار في اي كونفرزيشن فرجي اني انا بعرف. فنحن بس كونوا متاكدين نحن بليفل عالي جدا جدا، شويه ثقه بالنفس واتكال على رب العالمين، وما تنغروا بشو تسمعوا بس. دي نوع تاني من انواع العنصريه، لان انا مش عنصريه لا مش عنصريه. هيدي فاكت الجنس العربي. نحن هيدي فاكت بس لانه نحن كنا نحن منظر نحن اقل، نحن مش اقل ولا اكتر. في اشياء حلوه من عندهم، في اشياء حلوه من عندنا، نحن متساويين. بس كونوا شوي واثقين من حالكم والامور جاي. ابعتوا لي السي في بتاعكم والامور جاي، ما تخافوا. خلاص. طيب كمل على قصة انتهاء العبودية. أنا بشوف إن انتهت بمفهومها القديم. أنا العبودية بالنسبة لي بتاعت حد مش عارف يتخلص من الشغل اللي هو فيه، أو مش عارف. يعني مثلا في العصور الوسطى، معلش دي هنرجع لها تاني، إن نظام العبودية كان انحدر جدا أو اندحر جدا زي ما بيقولوا، وظهر مكانه في أوروبا في العصور الوسطى دي حاجة اسمها نظام حاجة زي التقنين أو حاجة مش فاكر الاسم بالظبط، حاجة بالقاف كده بس هفتكرها يعني. فالنظام ده بيقول ايه؟ بيقول ان العامل يشتغل في الارض دي بتاعه السيد ده او اللورد المعين ده، هيشتغل هو في الارض. الكلام ده ظهر في الامبراطوريه الرومانيه بعد ما تفتتت، فظهر في انجلترا وفرنسا والناس الدول ايطاليا وكده، الدول اللي ورثت الامبراطوريه الرومانيه. فبقى الشخص المقنن ده هو لا يباع ولا يشترى زي العبد التقليدي. ده بقى نيو فيز من العبوديه يعني. ولكن ما يقدرش يسيب الارض اللي شغال فيها، وما يقدرش يكسب من وراها فلوس. كل اللي يقدر يعمله ان هو ياكل ويشرب من الارض دي. هيدي مشكله بحد ذاتها. ده مش كده مصيبه. هو انت مش عارف. انا بدي اقول لك شغله، انا بنظري انه العبوديه بعمرها ما التغت. هي فقط شلحت كنزي ولبست كنزي تاني. لبست كنزي بتوائم التطور السياسي والنظام العالمي واللفظ اللباقه باللفظ. يعني لما تقول على واحد عبد بقناها كيف بتقولها، بس لما تقول على واحد شغال، انت يا ولد يا جربوع. بس لما تقول على واحد شغال 16 ساعة بتقول شغال. ايوه ايش بالضبط؟ حمار شغل. هي ايكوال عبودية، لأنه حتى رب العالمين ما بيسر لك 16 ساعة. جسمك له حق عليك وفي أمور بحياتك، ولكن بدك تشتغل وتكون قد نفسك. مش عم نقول غير هيك. بس أنا بظن إنه أنت we are consumers. صرنا نحن العبودية الحديثة هي that you are a consumer، وما قادر تطلع من عباقة الكونسيومينج. انت حر طالما تستهلك وتطيع النظام الاقتصادي. نقطة على السطر. نحن شو بيتحكم فينا؟ نحن هلا بطل يتحكم فينا شخص، نحن صار بيتحكم فينا
مجموعة شركات احتياجات، كبيرة، مجموعة شركات كبيرة هي بتقول لك انت شو احتياجاتك، ترند بتطلع بتصير احتياجاتك. الباس جينز ضيق، يلا الباس جينز واسع ضيق. هيدا نوع من العبودية انا الفكرية. بالنسبه لي دي مش عبوديه، هيدي نوع، اختلف تماما في بقى الموضوع خليني ده. اكمل لك. هيدي نوع من العبوديه الفكريه. ليه؟ لانه اليوم انت مش عم بتقرر اي شيء بحياتك، انت عم بتشوف شيء الميجوريتي. مش هيدي مش ضروري تكون بتضر، ولكن هيدي بتخليك انت تمشي لمحلات انه انت مش قادر تاخد قرار نفسك. لما كل شيء السوشيال ميديا بتقوله انت يمكن اوقات مجبور تمشي معه لانه بدك تمشي. قطيع تعتبره مش قطيع، بس مضطر. يا اما هتبقى اولد فاشن، يا اما هتبقى لا مش بضروري اولد فاشن، منبوذ. واكثر واسوأ شيء الشخص ممكن يحس فيه انه هو منبوذ، لونلي، في شيء غلط. فانا بالنظر العبوديه شلحت كنزتها القديمه، لبست كنزه جديده، هي وي ار كونسيومرز. انت حر طالما تستهلك، مثل ما قلت، تطيع النظام الاقتصادي. انا برايي ما حنتخلص من شيء اسمه عبوديه. في العبوديه الحديثه اللي هي اتجار بالبشر، دي موجوده، الاورجنز، الديب واب، الديب واب. وفي عندك انت كمان شيء أسوأ منه. وعلى فكرة هالديب واب هاي أشياء مسخرة. في organizations عالمية وحكومية بتساوي الأشياء كلياتنا صرنا بنعرف هالموضوع. الإتجار بالبشر، الإتجار الجنسي بالفتيات. وعلى فكرة كل فترة وفترة إذا حدا بتابع بالسياسي بلاقوا كونتينر فيه بشر، شو بدهم يعملوا فيهم يعني؟ مش عم بياخدون سياحة، بيكونوا مهاجرين دايما، مش عم بياخدون سياحة. معظمهم بينضحك عليهم، ومعظمهم بيكونوا they are seeking a better future، بس وقعوا بأيدي ناس يعني لا بتخاف الله ولا عندها ethics أصلا ولا values بتبيع وبتشتري فيهم. فهيدا وفي organizations كبيرة بتستخدمهم. فهيدي نوع من العبودية. فأنا بنظر العبودية مستحيل نقدر نتخلص منها. أنا بنظري شيء بسيط، العبودية بتتخلص منها لما تصير في حرب عالمية ثالثة تؤدي إلى سقوط النظام الاقتصادي الكبير اللي مسيطر. هون أنت ممكن تتخلص من العبودية فقط لا غير. أما إذا تفكر إنه بأي طريقة تلاقي أنت شخصيا تتخلص من العبودية، بتكون عم بتحط حالك أنت بغرفة بين 4 جدران ما بتطلع منها، و ممكن تلاقي يعني سوليوشن. بس طول ما انت عم تتحرك وتطلع برا يورا كونسيومر، يورا سليف. لانه انت بكل بساطه اليوم بتشتغل تعمل تساوي كذا، بتلاقي حالك مثلا الله يرزق العالم كلها بس مديون في بنك عم بلاحقك. النظام الاقتصادي وضع ليخليك مسيطر عليك. هيدا هو العبوديه الحديثه، انه يسيطر عليك اقتصاديا. طب والدول الشيوعيه دي كان عندها نوع من فشلت. سؤال، كان عندهم نوع من انواع العبوديه من وجهه نظر؟ طبعا. ايه هو؟ الكوميونست كونتريز ان جنرال. وعلى فكره هذا اللي ادى الى سقوط الاتحاد السوفيتي، انه هو اعتمد على كل شيء داخليا، بطل يقدر يصدر اصلا. لما كان في تنافس الاتحاد السوفيتي وامريكا، اثنيناتهم كانوا عم بيطلعوا، اثنيناتهم طالعين من ربحانين من الحرب العالميه الثانيه ضد النازيه، صح ولا لا؟ انا بتكلم على حته العبوديه. أوكي. هو دلوقتي ما كانش بيسوق بنفس المفهوم بتاع الشركات العالميه اللي بتسوق لمنتجاتها. الاتحاد السوفيتي كان عنده العبوديه. هقول لك حاجه، انت بتقول النهارده ان العبوديه موجوده لان ده بيكرييت النيد. انا الشركه دي بتكرييت ليا نيد ان انا لازم اشرب قهوه الصبح، فهي عشان تبيع منتج القهوه بتاعها ده، فانا بقيت عبد للقهوه. ده قصدك صح؟ لا مش هذا بالاساس قصدي. انا قصدي وي ار كونسيومرز بكل شيء نحن، بس بمزاجي. هو انت كونسيومرز بمزاجي. انا العبد ده ما كانش عنده كيف. انت بكره قوم جرب تكون مثلا توقف هالاشياء. خليني بس اكمل. مش حتقدر تكمل. يلا. العبد بالنسبه لي تاني بالمفهوم القديم كان شخص مسلوب الاراده، ملوش حق في اي حاجه في قراراته، لدرجه ان هو ما كانش بيقدر يكون اسره خوفا على الاسره بمزاجه. لو كون اسره ممكن ابنه الصغير ده يتاخد يتباع عبد، زي ما انت بتاخد لو انت القط بتاعك او القطه انت خدت منها اولادها وبعتهم لناس تانية. طيب فينا علق لك على الموضوع. انا هيدي نقطه بالضبط، نقطتي على شلحه الكنزه القديمه ولبسه الكنزه الجديده العبوديه. انه انت اليوم مفكر حالك حر بين 3 اوبشنز ما في غيرهم. فوتوا مثلا فور اكزامبل شوفوا مين المين مانيفاكتشرر لكل شيء فود برودكشن، هتلاقي 3 كومبانيز ونازل منها كل شيء. انت يو ثينك انك انت حر، وهيدي هي ذا سمارتست موف لكل شيء صار، لتفكر حالك يو ار نوت ا سليف. انت عم بيعطوك 3 اوبشن، مثل مثلا بامريكا فور اكزامبل بيقولوا لك انتخب اي رئيس، الاثنيناتهم اسوأ من بعض، بس ما بيعطوك اوبشن ثالث. دي حاجه تانية. هيدي حاله تانية. بس عم بقول لك انت اليوم الاوبشنز اللي منعطى لك هن الاشياء اللي انت كيف ما فتلت راجع صابب بحضنهم. انا مش مقتنع. طب بدي اسالك سؤال، انت اليوم كشخص بينزل بيشتغل، انت عم تاكل وتشرب ويور بيسك نيدز وببطل معك شيء،
واذا معك شيء بسيط. بالوقت اللي العالم كان كله في كده العالم طبعاً. كله كده خلاص ده 99% هيك. بالوقت اللي كان السليف بالايام القديمه ياكل ويشرب وما ياخدش معاش، مسكن وشرب ومأكل ويهان. ما اختلفنا. انت هلا لا تهان، انت هلا عندك ستريس، حياه يوميه طبيعي هيدا، بس انت هلا بتاكل وبتشرب your basic needs ولا حول لا ولا بس قوه. عندك فرص يعني. شو الفرق؟ لا ممكن تطور من نفسك، ممكن تلاقي شغل تاني، ممكن تتعلم حاجات جديدة، تلاقي شغل مرتب كبير. يعني مش كل الناس عايشة في دوامة. اوكي. يعني في ناس فعلا ربنا انت رزقهم هذيك مره شو قلت لي؟ طبعا انت تطور بنفسك هذا شيء اجباري، وانت هون عم تطلع من السيركل الصغيره اللي معظم العالم محشوره فيها. ما انت لما تبلش تطور بنفسك وتبلش تطلع من هالسيركل، انت لك طول ما بتعتمد على السلري اللي عم تاخده، السر اللي عم تاخده هو شيء عم يخليك يور بيسك نيدز، لانه بس يزيد السلري. وانت قلت لي هذيك مره في شخص بعرفه بياخذ اكس اماونت، شو صار فيه؟ بعده نفس الشيء، صح ولا لا؟ لانه انت لما تحاول تطلع من السيركل، لما تعمل شيء لك، انت بلشت تطلع من الرات ريس، هذا اللي هو جزء من العبوديه. هيدا فاكت. انا يعني بصراحة بالنسبة لي العبودية لو هتكلم فيها، فهي أنا من وجهة نظري إذا هي مستمرة، طبعا هي في أوجه منها مستمرة لحد دلوقتي، ولكن هي أغلبها متعلق بالعمل القسري، الإتجار بالبشر طبعا موجود، الفتيات اللي بيستغلوا جنسيا بنشوفهم في الدول الغربية تحديدا. وسمعنا بعد حرب أوكرانيا دي قد إيه في بنات كتير جدا تم استغلالهم جنسيا بشكل عنيف جدا. بيهددوهم باهاليهم يعني بيبقى في حاجه بيقدروا يسيطروا عليهم ان هم ما يقدروش يهربوا صحيح منهم. صحيح. فطبعا دي حاجه هيدا يعتبر ليفل تاني من العبوديه طبعا. انا بنظري لنختم الموضوع، هيدا نظرك ويحترم. هلا انا مش موافق عليه، يمكن نتخانق بعدين. مش لازم. انا بنظري انه العبوديه هو شيء اتطور لدرجه انه كل المجتمع صار واقع تحته، بس بليفلز مختلفه. في الليفلز اللي هي الوسخه، اللي هي مثل هيدي اتجار بالبشر وبالبنات وبالاورجنز، اللي هي ديب ونحن ما بنشوفها فعليا، بنسمع فيها. انا ما بعرف حدا بيعرف شايفها، بس كلنا عارفين لانه بيصير في كتير قضايا وفي اشياء بتنحط على التي في وكذا، تحقيقات. وفي الاشياء اللي هي ايكونوميكال، اقتصاديا، اللي نحن كلنا واقعين فيها. وهيدا نوع انا بنظري من العبوديه اللي هو قاسي جدا، ولكن ما بتحس فيه الا بعد فوات الاوان، لانه بياخذ من عمرك كتير. فانا بنظري الديون، الرات ريس، اتس سايكل، مانث افتر مانث افتر مانث. فانا بظن انه في شيء اكسبتبل، في شيء لا. بس بظن نحن تحت نظام اقتصادي هو كان بديل عن نظام العبوديه القديم بنسب متفاوته بين شخص واخر، حسب كل شخص قد ايه بيطور عن حاله. يمكن انت تكون من الاليت لان they are very، عرفت؟ لانه بكل مختصر في ناس خلقوا لا يحكموا، وفي ناس خلقوا لا ينحكموا. كان معكم انور وعمر.